أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الجميل. أنا أحمد وده مش بودكاست. في إحدى الحلقات السابقة سألنا صديق القناة الرائع أحمد محمد على موضوع مهم جدا للمصممين، وخصوصا المصممين اللي بيدوروا على شغل أو اللي لسه بيبدأوا أو اللي بدأوا بالفعل بس عايزين ينتقلوا من مكان لمكان ومش عارفين إزاي. وباختصار شديد بدون اي مقدمات، الموضوع عن الانترفيو. سأل اسئلة محددة جدا وقال ممكن تعمل فيديو ازاي الاقي شغل في شركة دعاية واعلان، وازاي اقدم، وايه الحوار اللي هيتقال في الانترفيو، وايه المهارات اللي محتاجها عشان اشتغل في الشركة، وكل التفاصيل دي. وشكرا على الفيديو. انا اللي بشكرك والله على التعليق الرائع المبدع اللي انت سألته. وان شاء الله الحلقة دي هنتكلم في الموضوع ده يعني بالتفصيل الممل المختصر عشان ما تزهقوش وانا كمان ما ازهقش. خلينا نبدأ سريعا ب... بايه، باول سؤال سأله: ازاي الاقي شغل في شركة دعاية واعلان؟ علشان تلاقي شغل في شركة دعاية واعلان انت بالفعل المفروض دلوقتي هنفترض ان انت لسه بادئ، خلصت كورس انت كنت بادئه، او انت خلصت مذاكرة شايف ان انت كده بقيت مؤهل انك تنزل في الشركة، وهكذا. عندك سابقة اعمال حتى لو اعمال وهمية. طبعا هتقولي هيبقى عندي سابقة اعمال ازاي وانا لسه مشتغلتش اصلا؟ هقولك ان انت في المرحلة اللي انت بتتعلم فيها لابد انك تعمل سابقة اعمال حتى لو وهمية. يعني تمسك شركة مثلا، حسب بقى المجال اللي انت عايز تشتغل فيه. يعني انت عايز تشتغل مثلا في شركة بتعمل بقى اوت دورز وبانرز ورول ابس وحاجات زي كده، الحاجات المطبوعة يعني بشكل عام. والله انت عايز تجرب تعمل شغل مثلا لشركات الاتصالات، فتمسك شركة زي شركة وي والحملة بتاعتها الجديدة، وتبدأ تخترع لها تصميم، تبدأ تألف محتوى أو تمسك محتوى فعلا هم عملوه وتعمل له ريديزاين. تمسك شركة من شركات الأكل مثلا زي بافالو برجر، وتعمل للميلز اللي عندهم تعمل لها تصميمات وهمية. تجيب سندوتشات برجر بقى من على الانترنت مقصوصة وتبدأ تعمل لها تصميمات وهمية. بكده انت هيكون عندك سابقة اعمال مش حقيقيه، بس مش هو ده المهم اصلا في المرحله دي. المهم في المرحله دي ان الشركه اللي انت عايز تقدم فيها تشوف مهاراتك وتشوف انت ايه الافكار اللي عندك، وازاي بتقدم الفيجوال بتاعك، وازاي انت بتترجم الفكرة اللي هم عايزين يوصلوها في شكل كاتشي وواضح، والبيانات بتاعته واضحة، وهكذا بقى من امور التفاصيل الفنية بتاعت اي تصميم احنا بنشتغل عليه. بس دي الفكرة الرئيسية اللي انت لازم تحطها في بالك، انك يبقى عندك سابقة اعمال. طيب انا دلوقتي عندي سابقة اعمال، عملت بقى 20 30، عملت 100 تصميم. تبدأ تعمل ايه؟ تبدأ تعمل لنفسك لحاجة اسمها بورتفوليو. واعتقد ان معظم اللي بيسمعوا دلوقتي هيبقوا عارفين يعني ايه بورتفوليو اكيد. على افتراض انك ما تعرفش، البورتفوليو هو المكان او هو الحاجة اللي انت بتعرضها للشركة علشان تقول لهم ده شغلي، اقبلوني وشغلوني عندكم او شغلوني معاكم. طيب تعمل فين البورتفوليو ده بقى؟ اشهر موقع انت ممكن تعمله PDF عادي، وممكن تعمله على جوجل درايف. تفتح الميل بتاعك وتفتح الدرايف وتعمل ملف كده اسمه بورتفوليو وترفع عليه كل شغلك. او ممكن تعمل بقى حاجة بروفيشنال شوية على موقع بيهانس. تدخل على موقع بيهانس، واي حاجة هنتكلم عليها هتلاقي اللينك بتاعها موجود في الديسكريبشن. تفتح موقع بيهانس وتعمل عليه نيو بروجكت، وتحط الشغل اللي انت عملته ده في كل ديزاين او كل كامبين انت عملتها في بروجكت، وتاخد اللينك ده وتبدأ تخاطب بيه الشركات. حلو كده؟ حلو. مش وقته دلوقتي نتكلم عن تفاصيل ازاي تعمل بروجكت على بيهانس والكلام ده، ولو حابين ان احنا نتكلم في الموضوع ده ممكن تقولوا لنا تحت في التعليقات برضو. المهم كده انت بقيت جاهز ان انت عملت سابقة اعمال، عملت البورتفوليو بتاعك على موقع زي بيهانس او بنترست او اي حاجة انت شايفها مناسبة ليك. وبعدين انت تنتقل للمرحلة اللي بعدها. تجيب بقى الشغل منين؟ ده بقى اللي احنا جايين نجاوب عليه. تجيب بقى الشغل ده منين؟ في مواقع كتير جدا ممكن تقدم فيها على شغل لشركات، واشهرها واللي انا شخصيا جربتهم هما 3 مواقع. موقع بيهانس نفسه اللي انت هتعمل عليه البورتفوليو ده الشركات موجود عليه، او الافراد اللي بينوبوا عن الشركات موجودين عليه. يعني بص تلاقي مثلا شركة او مثلا بنك اسكندرية. بنك اسكندرية ده ليه تيم بيشتغل على الماركتنج بتاعه، فتلاقي المسؤول عن ده موجود على بيهانس وموجود على مواقع تانية، وتلاقيه ممكن بيتواصل معاك او انت تبدأ تتواصل معاهم.
من خلال انك تبعت لهم، تدور على اسم الشركة او تدور على مجموعة الشركات اللي انت عايز تقدم فيها، وتبدأ تبعت لهم رسائل على موقع بيهانس. طب هتقولي طب انا اعرف الشركات دي منين؟ ممكن تدور في جوجل. تدور في جوجل تكتب شركات الدعاية والإعلان في مصر أو مكاتب الدعاية والإعلان في مصر، يطلع لك شركات كتيرة جدا، وتبدأ تدور عليهم وتجيب الاكونتات بتاعتهم على مثلا موقع بيهانس او على موقع وظف او على موقع لينكد ان. التلاتة دول هسيبهم لك تحت في التعليقات او في الديسكريبشن بتاع الفيديو. التلات مواقع دول انا جالي من خلالهم شغل، والشغل من عليهم بيبقى بنسبة كبيرة جدا موثوق، لان الناس على المواقع دي بتبقى ناس حقيقية. مفيش حد بيبقى فيك داخل على المواقع دي، لان دي مواقع شغل اصلا، مش مواقع حاجة تانية. مش زي الفيسبوك مثلا، ممكن تدخل تقدم على شغل وتلاقيه فيك او تلاقيها نصبايا يعني فاهم ازاي؟ غير المواقع دي. موقع لينكد ان ده زي فيسبوك بالظبط، ولكن هو للبيزنس بس. كل اللي عليه داخلين يتكلموا في البيزنس. انا الكوميونتي بتاعي على موقع لينكد ان، وهسيب لك البروفايل بتاعه تحت، هتلاقيه كله جرافيك ديزاينرز وكونتنت كرييتورز بس. معليوش اي حد بيتكلم في اي حاجه تاني، معليوش حد بيتكلم في الطبخ، معليوش حد بيتكلم في الكوره. هو له علاقه بده بس. ده انا ببيلد كوميونتي على الموقع ده، علشان لما ادخل عليه اقدر انسباير منه، استلهم منه افكار، اقدر اشوف لو في حد اقدر انا اساعده على الويب سايت ده، اشوف اشير لو هو طالب شغل مثلا، اشير البوست بتاعه. لو انا نفسي عايز شغل ادخل اشير، اكتب ان انا عايز شغل، فالناس تبدا تدخل تساعدني وتقول لي او ترشحني لناس تانية. لو انا عملت شغل جديد بدخل اشير الشغل ده على الموقع ده، فالناس تبدا تدخل ترياكت عليه او تشير البوست بتاعي على لينكد ان، فيبدا ناس تانية يشوفوه. ومن خلال العملية دي انا جالي اكتر من وظيفة من خلال لينكد ان، جالي فعلا كتير جدا، جالي 3-4 وظايف على الاقل، وعملتهم واشتغلتهم. والوظائف اللي عليه انت بقى بتقبل حسب ما انت عايز فول تايم جوب بتبدا تدور، عايز بارت تايم، عايز فريلانس. كل الكاتيجوريز دي موجوده على الويب سايت، من خلال الفلترز تقدر تدور عليها. ولو اوريك الميل، كل يوم في ايميل بوظائف جديده اقدر ادخل اقدم عليها لو انا حابب. موقع وظف انا جربته شخصيا برضو، بس ما جربتوش كتير، يعني البروفايل بتاعي عليه بصراحه ما بفتحوش كتير قوي، بس جالي شغل على من خلال موقع وظف ده مثلا في فيزيتا، ونزلت بالفعل الانترفيو. وهحكي لك عن تجربه الانترفيو دي كمان شويه لما نيجي نتكلم عن ايه التجارب الشخصيه ان شاء الله. بس دي كده المرحله الاولى، تقدم فين وايه المطلوب منك اصلا عشان تقدم في الشركات دي. ارجع اسمع الجزء ده تاني وهتفهم احنا قلنا ايه. طيب ننتقل للنقطة اللي بعدها ونرجع بقى للنوت والكتابة اليدوية تاني. جربنا الديجيتال الحلقة اللي فاتت، بس نرجع للكتابة اليدوية. نتكلم في الحوار بقى اللي هيدور جوه الانترفيو. انا دلوقتي نزلت انترفيو. نسيت اقولك على نقطة او على حاجة في النقطة اللي فاتت. النقطة دي انك تلاقي شغل ازاي، ده بيعتمد على البحث الذاتي، ان انت بتدور بنفسك على شغل. في جزء تاني من انك تلاقي شغل، انك تطلب من الناس المقربين او اللي يعرفوك او المحيطين بيك في المجال اللي انت داخله، ان هم يدوروا معاك على شغل او يرشحوك لناس تانية هم شايفين ان هم محتاجين خبراتك دي عندهم. يعني تلاقي مثلا ليك واحد صديقك ده ليه واحد تاني صاحبه عنده في الشركة عايزين ناس، فتلاقي ده بيقول لده لحد ما يوصل لك، فانت تروح تعمل انترفيو. ده جزء، وده تقريبا هو اكتر حاجة ممكن تجيب لك شغل. ممكن يجيب لك اكتر من انك تدور بنفسك كمان. العلاقات والمعارف، وكنا اتكلمنا عن جزء العلاقات والمعارف ده قبل كده في حلقة فاتت. ارجع شوف بقية الحلقات بتاعة البودكاست علشان تعرف الجزئية دي فعلا قد ايه مهمة. هي مهمة جدا. اكتر جزء هيجي لك منه شغل هو المعارف والاصدقاء اللي حواليك من نفس مجالك طبعا. طيب انا رحت الانترفيو. اولا قبل ما تروح الانترفيو في شوية حاجات لازم تاخد بالك منها، على رأسها انك تبقى مستعد كويس نفسيا للانترفيو. يعني ما تروحش الانترفيو انت خايف، ما تروحش انترفيو انت مش عارف انت رايح لايه او رايح على ايه. لازم تبقى قاري كويس قوي الديسكريبشن بتاع الوظيفة اللي انت رايح عليها، وعارف هم طالبين ايه بالظبط وايه الخبرات المطلوبة للوظيفة دي. لازم تبقى رايح مهيأ في شكلك، ما تروحش بأي حاجة وخلاص. وطبعا ما تروحش ببدلة. يعني الكوميونيتي بتاع الديزاينرز ده
ما صادفنيش قبل كده ان في حد طلب ان انا اروح الانترفيو فورمال، يعني ما صادفتش قبل كده. وفي نفس الوقت ما تروحش الانترفيو ببنطلون ميلتون وتيشيرت، يعني لا ده ينفع ولا ده ينفع. روح كاجوال كده وشيك، اختار الوان شكلها حلو على بعض، اختار لبس انت بترتاح فيه. طبعا اللبس لازم يبقى نظيف، ما تروحش بلبس مبقع ولا عليه منتوش من هنا ولا من هنا. وطبعا انت ممكن تستتفه هذا الكلام اللي احنا بنقوله، لكن صدقني الكلام ده مهم جدا. مظهرك واناقتك الشخصية مهمة قوي في قبولك في الشغل اللي انت رايح تقدم عليه، مهم جدا. وكنت سمعت في احدى حلقات البودكاست بتاع اكرم ويليام الفنان الكبير المبدع، كان بيتكلم على النقطة دي، ان هو في انترفيو كان رايح على بوزيشن، جوه الانترفيو اترفض من البوزيشن ده واتنقل لبوزيشن تاني من غير ما يعرف، بسبب مش عارف ان كان في بذرة تين شوكي على رقبته بقى، حاجة كده يعني. مش فاكر بصراحة كان ايه اللي على رقبته، بس كان في حاجة هو مش واخد باله منها على هدومه. ويبدو كده في وقتها انه ما كانش، يعني كان مظهر غير لائق في المكان اللي هو رايحه. والكلام ده هو اللي قاله، يعني ده مش انا اللي بقوله، ده هو اللي قايله اكرم ويليام نفسه يعني. فدي نقطة مهمة قوي من حد خبرة جدا زي الفنان الكبير اكرم ويليام، فبالتأكيد لازم نحطها في الاعتبار، ان انت تبقى واخد بالك من شكلك وان انت تبقى مهندم كده وانت رايح. اوكي. طيب انا رحت بقى الانترفيو ومهندم جدا وواثق من نفسي وعارف الوظيفة مطلوب منها ايه بالظبط. ايه اللي هيتقال لي في الانترفيو؟ في غالب الامر انت هيتعمل معاك 2 انترفيو، او في نمطين من البشر هيقعدوا معاك. النمط الاول هو الاتش ار، او الراجل اللي بيشوفك شخص مؤدب ولا لا، اللي بيتاكد من تربيتك الحسنه قبل ما تشتغل معاهم، واللي بيكلمك في المرتب طبعا. والنمط التاني هو الشخص السينيور او الارت دايركتور او التيم ليدر، او ايا كان الشخص التكنيكال اللي انت هتبقى شغال معاه في نفس التيم، او هتبقى شغال تحت ايده، او هو هيبقى الليدر بتاعك او ايا كان. ده بيتاكد من المهارات اللي هي مهاراتك في الشغل نفسه. انت رايح مثلا على وظيفة انك تبقى سوشيال ميديا ديزاينر، فبيتأكد ان انت عندك خبرات كافية في المجال. او لو انت رايح جونيور فبيتأكد ان انت عارف الاساسيات، زي خبرتك قد ايه، يعني ايه الكامبينز اللي انت جربت تشتغل عليها قبل كده. يتفرج على شغلك كده عشان يعرف انت ايه التولز اللي انت بتعرف تستخدمها، قوي في ايه وضعيف في ايه. ممكن يسألك اسئلة كده مفاجأة، يعني طب قول لي مثلا طريقتك كده في الشغل، قول لي عملت كده الديزاين ده ازاي. تلاقيه بيتكلم معاك تكنيكال قوي جوه التفاصيل اللي انت المفروض تبقى عارفها كويس، لانك رايح اصلا تشتغل، مش رايح تتمرن او تتدرب، لا انت رايح تشتغل، هتعمل حاجات وهتاخد مقابلها فلوس. فلازم تبقى انت اصلا متأكد ان انت هتعرف تعمل الكلام ده، او انت بتعرف تعمل الكلام ده بالفعل. الاسئله التكنيكال جوه الانترفيو، يعني انا شخصيا لما رحت انترفيو قبل كده، من الاسئله التكنيكال اللي اتسالتني، انت ايه البروسيس اللي انت بتشتغل بيها على اي كامبين بتجيلك، يعني بتبدا فين وتنتهي فين. طيب لو عطلت في حاجة في الشغل، في ارت دايركتور بترجع له في الحاجة اللي انت بتعملها دي ولا لأ؟ طيب من البداية بيكون في ميتنج بنحط عليه كده، او بنحط فيه كده الهيكل العام او العناوين الرئيسية او الخطوط العريضة اللي احنا هنمشي عليها خلال الكامبين دي ولا لأ؟ طيب ايه المجالات اللي انت اشتغلت فيها قبل كده، يعني اشتغلت في المجال الطبي، اشتغلت في المجال الدعوي، اشتغلت في المجال الخيري، اشتغلت في المجال الفني، ايا كان انت اشتغلت في ايه. دي من ضمن الاسئله اللي اتسالتني بالفعل جوه الانترفيو لما كنت بروح. وغالبا في غالب الامر انا كنت بنزل بصراحه الانترفيوهات لسببين: في وقت كنت بدور فيه فعلا على شغل، عايز انزل شغل، وفي وقت كنت بنزل عشان اكتسب خبره الانترفيو. والشهاده لله، انا اعتقد ان انا يعني في الانترفيوهات اللي نزلتها، في انترفيو واحد هو اللي اترفضت فيه، وده اللي احكي لك عليه دلوقتي. كان انترفيو اللي جالي من خلال فيزيتا، اللي جالي من خلال موظف كان في فيزيتا وقتها، وده اللي انا كنت بقولك عليه من شويه. انا قدمت عادي على وظف، لقيتهم في فيزيتا جات لي يعني شوطه كده في 2018 ان انا عايز ابقى انيميتور. ونزلت خدت الكورس بتاع موشن كامب وذاكرت كويس جدا وكنت شاطر، والشغل بتاعي طلع في الشوريل بتاع موشن كامب، وهم بيختاروا في الشوريل ده ابرز الحاجات اللي اتعملت من كل الجروبس اللي كانت هناك. فانا اتحط لي 2 GIF وقتها، فدي كانت حاجه بالنسبه لي يعني رهيبه جدا.
كان راشد وايهاب دول الانستراكتورز بتوع الكورس، وكانوا من اشطر ناس انت ممكن تشوفهم في حياتك يعني. المهم قدمت على الشغل في فيزيتا ورحت، وبعد ما رحت وصلت الشركة كده بدور على الاتش ار اللي هتعمل معايا، كان اسمها هبة، اللي هتعمل معايا الشغل اللي هتعمل الانترفيو. وبعد ما وصلت فبسأل عليها محدش قال لي، يعني مش عارف مين ممكن يقول لي. فبفتح اوضه لقيت في واحد قاعد، فبقول له استاذه هبه موجوده؟ فلقيته مش مصري ولا عربي، بيكلمني انجليزي. فحاولت ارتجل اي جمله كده، يعني انا زي معظم الناس بفهم انجليش عادي، ممكن اتفرج على حاجه انجليش وافهم الانجليش اللي بيتقال ده عباره عن ايه. ممكن اتكلم بس لازم ابقى مرتب انا هقول ايه، معرفش ارد بارتجال كده، معرفش يبقى حد بيسالني سؤال مباغت واروح انا ردد عليه. ممكن اقول اي حاجه في اي حاجه ما بقاش فاهم. وده معظم الناس كده يعني، انا مش واحد غريب يعني، لا معظم الناس كده. فحاولت ارتجل عشان اوصل له ان انا بسال عنه واحده اسمها استاذه هبه. فقال لي ان هو برضه ما يعرفش هي فين، فمشيت وسبته. دخلت الانترفيو وتفاجأت من استاذه هبه ان الانترفيو هيكون بالانجلش. انا طبعا ما كنتش مستعد لده. فعملت حاجه من اغرب الحاجات اللي ممكن تتعمل. انا قلت لها لا، انا مش هعمل انترفيو بالانجليزي. مش عارف ازاي انا عملت كده بصراحه، بس انا عملت كده يعني. فقالت لي لا، انا حابه ان الانترفيو يكون بالانجلش. قلت لها انا حابب الانترفيو يكون بالعربي. لو حضرتك حابه ان هو يكون بالانجلش اتكلمي انت بالانجلش وانا ارد عليكي بالعربي. دي حاجه طبعا حاجه ساذجه، محدش يعمل كده يعني، محدش يعمل ده. لازم تبقى فاهم قبل ما تروح انت الانترفيو ده بالانجلش ولا بالعربي، عشان تبقى عارف انت رايح تقول ايه. وخلي بالك الاسئله ما بتبقاش يلا هعرفني بنفسك، ايه اكتر اكله بتحبها، ايه اكتر فيلم بتحب تتفرج عليه. لا، بتكون دردشه بالانجلش. انت بتقعد تتكلم زي ما انا بكلمك كده، بتتكلموا برضو في الانترفيو، فبيبقى الكلام كله ان انجلش يعني. المهم بدات هي تسالني بالانجلش وانا فاهمها، وبدات ارد عليها بالعربي. ودي حاجه مستفزه جدا، انا مش عارف انا ازاي عملت كده بصراحه. وخلصت الانترفيو وقالت لي تمام ان شاء الله هنبقى نكلمك. وطبعا ما كلمونيش، لان الاتيتيود اصلا، انا لو انا قاعد بعمل انترفيو هدي اللي قاعد بيتكلم معايا ده في الريت بتاعه صفر، يعني صفر. ما فيش حاجه اسمها كده. انت ازاي عملت كده اصلا؟ وهم اكيد طلبوا ده، انه ده يحصل، لانه اكيد في تعاملات بالانجليش جوه الشركه كتير يعني، اكيد مش طالبين ده غلاسه. ولو بصراحه طالبين ده غلاسه، نوع من انواع يعني ان هم شركه محنكه وكده، فده يبقى اسمه فراغ. لان احنا مصريين، انت بتعمل معايا انترفيو بالانجليش ليه وانا مصري وانت مصري؟ الا اذا كان في احتياج لده. فاهمين الفكره عامله ازاي؟ ف دي كده غالبا الاسئله اللي بتتسال جوه الانترفيو. بيسالك كويس قوي في الشغل اللي انت اشتغلته قبل كده، بيسالك في تجاربك الشخصيه مع الشغل، بيسالك في السوفت ويرز اللي انت بتعرف تشتغل عليها، بيسالك على المجالات اللي انت اشتغلت فيها قبل كده. وبعد ما بتخلص الكلام ده، لو انت اكسبتد فيه، بتبدا تنتقل للمرحله اللي بعدها، هي مرحله الاتش ار، اللي بيتكلم معاك بيقولك والله تمام، احنا تكنيكال الدنيا تمام وكويسه. بيبدا يسالك بقى اسئله شخصيه شويه، زي بقى انت تخريج ايه، يعني سنك كام بالظبط، ساكن فين، عشان يعرف المسافة ما بينك وما بين الشغل قد ايه بالظبط، اخر سالري كنت بتاخده كان كام، طب انت الاكسبكتد سالري بتاعك قد ايه. ويبدا يدردش معاك في النقط دي علشان خاطر يوصل معاك في النهايه ان هو يعرض عليك الديل، ويقول لك انت accepted or not accepted، او انت مقبول او انت مرفوض لا قدر الله يعني. ده باختصار او بشكل عام بيبقى شكل الانترفيو. وفي انترفيو برضو كنت نزلته قبل كده، كان في احدى الشركات الجميله جدا بصراحه. كان الفايبس بتاع الشركه حلوه قوي، واللي كانوا قاعدين معايا كانوا اتنين. كان واحد جونيور ار دايركتور، والتاني كان اعتقد برضو كان سينيور، مش عارف كان سينيور ولا كان ار دايركتور برضو. بس كان الانترفيو كاجوال قوي، وانا حبيت الانترفيورز جدا، وكنت حاسس ان هم حابيني وانا قاعد بتكلم معاهم. مش عارف ده حقيقي ولا لا، بس كان هو شعور متبادل ان انا مرتاح، وبدات ادردش معاهم كاننا اصحاب، مش ان انا قاعد في انترفيو. وغالبا هم كانوا اصغر مني اصلا ساعتها، بس كانت حاجه لذيذه جدا. واتقبلت وانا قاعد وانا ماشي، اتقبلت، قالوا لي انت تمام. وراحوا قالوا للاتش ار ان انا تمام، والاتش ار قال لي بص انت مقبول، خلاص احنا مع بعض، والاوفر واحد اتنين تلاته، وشوف لو ده مناسب ليك رد علينا. وبصراحة كان انترفيو تحفة يعني. النقطة التالتة المهمة اللي أستاذ أحمد محمد سألنا عليها هي المهارات المطلوبة. المهارات المطلوبة دي يا صديقي بتعتمد، لحظة واحدة بس نقفل الواتساب. المهارات المطلوبة دي يا صديقي بتعتمد على
الوظيفة اللي انت رايح تقدم عليها. انت مثلا مقدم على وظيفة ان انت جرافيك ديزاينر في شركة دعاية واعلان اللي هي متخصصة في مجال الاوت دورز مثلا. بتطبع بقى، بتطبع بيل بوردز، وبتطبع بانرز، وبتطبع الكروت الشخصية، وبتطبع المنيوز، وبتعمل بقى، بتشتغل على شغل الايفنتس والكلام ده. يبقى لازم تبقى عارف ان انت من ضمن المهارات المطلوبة بتاعتك انك تبقى عارف فنيات الطباعة كويس قوي. طيب تعرف فنيات الطباعة دي منين؟ في كورسات بالهبل على يوتيوب تقدر تقولك بتتكلم عن موضوع فنيات الطباعة. من ضمنها كان كورس عمله تقريبا الباشمهندس محمد خيال، كان بيتكلم فيه عن موضوع الطباعة ده كويس. وفي كورسات كتير، انت لو كتبت كورس فنيات طباعة بس كده، كتبت كده على يوتيوب، هيطلع لك كورسات بالهبل تقدر تعرف منها الموضوع ده. طيب لو انا رايح اشتغل في شركة متخصصة في مجال السوشيال ميديا، يعني ديجيتال ايجنسي او ديجيتال ماركتنج ايجنسي، لازم تتأكد ان انت عندك المعلومات الكافية عن السوشيال ميديا، المقاسات اللي انت بتشتغل عليها، ريزوليوشن بتاع التصميم بتاعك، تبقى فاهم كويس في الالوان، تبقى فاهم الفرق ما بين السي ام واي كي والار جي بي في الالوان، تبقى عندك خلفية عن الترندات اللي شغالة، او الترندات المتعارف عليها دلوقتي في السوق من ناحية التصميم. كل فترة كده بيطلع ستايل بيسيطر كده على السوق قوي يعني، وبيسيطر على المجال قوي. والفترة دي بدأ ينتشر كده ستايل ال 3D جوه تصميمات السوشيال ميديا، وغالبا هتلاقيه الفترة الجاية كتير جدا يعني. ف ده كده مثلا لو انت رايح تشتغل في شركة ديجيتال ماركتنج ايجنسي. لو انت رايح تشتغل انيميتور او رايح تشتغل فيديو اديتور، يبقى لازم تبقى عارف كل مهارة منهم مطلوب منها ايه. فيديو اديتور غالبا بيبقى بيعرف، لازم يبقى بيعرف ادوبي بريمير، ولازم يبقى بيعرف شوية افتر افكتس، ولازم يبقى بيعرف شوية فوتوشوب، عشان دول كلهم بيخدموا على بعض وهو بيأدت على الفيديوهات بتاعته، وهكذا. لو انت رايح تشتغل انيميتور او 2 دي انيميتور، يبقى لازم تعرف ان انت لازم تبقى عارف كويس قوي برنامج زي افتر افكتس، لازم تبقى بتعرف تشتغل على برنامج الموهو، لازم تبقى بتعرف الفرق ما بين ستايلات الانيميشن المختلفة. كل كل وظيفة ليها مهارات محتاجاها الوظيفة دي. انت لازم تبقى عارف انت رايح تشتغل ايه، وتدور المهارات المطلوبة للوظيفة دي هي ايه بالظبط، علشان هو ده اللي هيخليك تبقى رايح انترفيو وانت واثق من نفسك كويس جدا، وعارف انت المفروض هتقول ايه، او غالبا هتتسأل في ايه. انا لو رايح دلوقتي انترفيو في ديجيتال ماركتنج ايجنسي، عارف ان هم عايزين راجل بتاع اعلانات للسوشيال ميديا، انا ممكن محضرش، يعني انا ممكن محضرش حاجه قبل ما اروح. انا رايح عارف غالبا هم هيسالوني في ايه، ممكن يفوت عليا سؤال ولا اتنين ولا تلاتة حتى، او تبقى حاجات انا مفتقدها في خبرات الشغل، لان مفيش حد عارف كل حاجه. كل انسان في الدنيا كل يوم بيتعلم. انا لحد النهارده شغال بقالي سنين في المجال، وما بعتبرش نفسي في اي ليفل، ما بعتبرش نفسي سينيور ولا ارت دايركتور ولا ميد ويت ولا اي حاجه، انا بعتبر نفسي جونيور. كل يوم بتعلم من اي حاجه بشوفها قدامي، ومن اي توتوريال بشوفه قدامي، ومن اي حد مهما كان كبير او صغير، لان مفيش حد في الدنيا بيعرف كل حاجه. بس لازم تبقى عارف البيسكس بتاعت اي وظيفة انت نازل تشتغلها، زي ما اتكلمنا الفرق ما بين الوظائف المختلفة. وطبعا تبقى عارف المهارات المطلوبة لكل ليفل من ليفلز الوظائف دي. يعني الجونيور مطلوب منه بعض الحاجات، الميد ويت مطلوب منه حاجات تانية، السينيور حاجات تالتة، الارت دايركتور حاجات رابعة، وهكذا. تبقى عارف انا دلوقتي هم طالبين جونيور جرافيك ديزاينر، مطلوب منه ايه. مش معقول ان مطلوب منه جونيور جرافيك اللي رايح على بوزيشن جونيور جرافيك ديزاينر ده هيبقى مطلوب منه ان هو يليد تيم، يعني هيبقى تيم ليدر مثلا. ما ينفعش، ده مش هيعرف يعمل ده، يعني ده مش من اختصاصاته اصلا. تمام. وفي نفس الوقت السينيور مش هيبقى مطلوب منه ان هو يكون قاعد شغال الحاجات اللي بيعملها الجونيور الا في اضيق الاحوال، يعني ده لو مفيش حد جونيور معاه مثلا ولسه هيعينوا حد جونيور، وهكذا. لازم تبقى عارف الحاجات دي كلها، لان هي دي اللي عليه اللي من خلالها بتحط رجلك على اول الطريق. اعتقد ان احنا كده غطينا الموضوع ده باستفاضة، بقى لنا 25 دقيقة بنتكلم،
وغطينا موضوع الانترفيو ده باستفاضة كافية. ويا باشمهندس احمد يلي خلتنا نعمل الحلقة دي اصلا، لو عندك اي اسئلة تانية سيبها لنا في الكومنتات، ولو حد فيكم عنده اي اسئلة تانية برضو يقدر يسيبها لنا في الكومنتات، واحنا ان شاء الله هنجاوب عليها ونعمل لها حلقات تفصيلية، او ممكن نجمع مجموعة اسئلة كده ونعمل بيها حلقة لو كل سؤال ممكن ياخد دقيقة او دقيقتين. فاتمنى انك لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، وما تنساش تسبسكرايب وتفولو الاكونتات بتاعتنا، هتلاقيها موجوده كده تحت كلها في الديسكريبشن. وما تنساش تعمل جوين للتشانل التليجرام اللي بننزل عليها تيبس اند تريكس، وبننزل عليها الصور اللي بنستخدمها في التصميمات، وبننزل عليها ملحقات تقدر تستفيد بيها كمصمم جرافيك. وبالنسبه لموضوع الملحقات ده انتظروا ان شاء الله حلقة قوية جدا لها علاقة بموضوع الملحقات. وانا كده خلصت كلامي، واحب اقولك ان انا مبسوط لو كملت لحد الاخر. انا بحبك، واشوفك في الحلقة اللي جاية. سلام.